طيب عايزه اتطرق معاكي بقى للناس اللي بتدمن بني ادمين. اصل انا دلوقتي الكلمه دي لما قعدت اركز فيها، انت ممكن تدمني شخص في حياتك مش قادره تبعدي عنه، واحيانا بيبقى الشخص ده مؤذي، احيانا بيبقى الشخص ده مش مديكي كل اللي انت محتاجاه، بس فكره ان هو مش موجود هتعمل فراغ فظيع، فمخليني انا ماسكه فيه، انا مش عايزه اسيبه، انا بكلمه برغم ان انا ممكن يكون لا بيشبع رغباتي الانسانيه او الاحتياج اللي انا عايزاه منه، سواء حب، سواء اي حاجه، اي نوع من انواع العطاء، واحيانا كمان بيبقى مؤذي، يعني احيانا كمان بيعمل حاجات بتضايقني لدرجه ان انا بتعب بعدها، بس برضو انا مدمنه. ما هي الفكره فين؟ ان دايما اللي بيدمن حاجه احتمال كبير تكون بتاذيه. فكره الادمان اصلا فكره مؤذيه، هي لازم هتاذيه قولا واحدا، لانه واحده من ضمن خصائص الادمان اللي نبتدي نشوف هو ده. فاكره في اول ما قلت لك اي حد بيسمع اي حاجه يقول لك انا مدمن، واحده من ضمن الحاجات الشروط اللي لازم تبقى موجوده عشان نقول عليه ادمان لازم يبقى فيه خسائر. مفيش ادمان من غير خسائر. مظبوط. ممكن تبقى عاده سيئه، ممكن تبقى عاده جيده بغض النظر، ممكن تبقى سلوك بعمله، نمط بنيته. ادمان عارفه ملتصقين كده، لازم يبقى فيه خسائر. وان كنت انا مش مستشعرها، او وان كنت انا بنكرها، او وان كنت انا بصغر حجمها جوايا، بس هي موجوده. واحيانا ببقى عارف ومش بنكر ومش بصغر حجمها ومتقبل، انا مبسوط كده علشان الارباح اللي باخدها اكبر من الخسائر اللي الناس كلها بتشاور عليها. صحيح. خلي بالك الخسائر دي الناس شايفاها. انا وانا منغمس جوه قصتي، جوه العلاقه اللي انت بتحكي عليها دي، انا عماله اخسر مليون حاجه، بس انا بملى الخزان اللي عامل لي وجع فظيع. فارباح المالي ده المسكن، دايما نقول على العكاز انه مسكن. الاثنين مسكن اللي حبتين البنادول اللي باخدهم دول عندي اهم من اي خسائر. صحيح. انتوا بتقولوا بتهان، مش مشكله، بس انا في جوايا الم رهيب، لان انا ما اتحبتش كفايه، لان انا ما اتقبلتش كفايه. والعلاقه لما بتبقى كويسه بشم نفس القبول ده ان شاء الله يومين. وده عندي قيمته اكبر بكتير من ان انا لما اتخانقت معاه شتمني وسط الشارع، ولا ان هو بيختفي يومين 3 وبعدين بيظهر، ولا ان هي هوت كولد ولا اي حاجه من الحاجات اللي بنقول عليها ريد ساينز ولا ريد فلاجز ولا مش عارفه ايه. كل الحاجات اللي فيها ايذاء دي عند الناس التانية عارفه تبص من بره وتحكم. طب الشخص يعمل ايه اللي في علاقه ازياء وهو يعني متصالح مع نفسه ومكمل ودايس ومش عارف يخرج منها ازاي؟ هو مش متصالح يا رباب، هو بس موجوع قوي 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 قوي. فسهل قوي ان احنا نبص عليه ونقول ما تعدي بقى، ما تمشي، ما تسيبها، ما تسيبيه. لا احنا بره بننظر حلو قوي طبعا. انا دايما بقول عليها ابن البر عوام، يعني عوام خطير. اللي جوه قصه مختلفه تماما. صحيح. هو مش متصالح مع الخسائر، هو مش على فكره هو موجوع. لا انا مش ضده والله ولا بعيب عليه، انا عارفه بس يعمل ايه؟ يعني لو حد بيتفرج علينا دلوقتي وعنده علاقه زي دي ومش مش قادره ودايما على فكره انا ادعي ان دايما البنات اكتر ناس بتقع في المشكله دي اكتر من الرجاله. بحس الرجاله بتتعافى بسرعه، بيعرفوا يعدوا كده المواضيع. الست بتقعد شويه مش قادره تتعافى ومش قادره تبعد عنه وحاسه انه غدر بيها قوي وسابها لما لو كده يعني هو اللي سابها. فتطلع يعني لو بنت بتتفرج علينا دلوقتي انت عارفه انا متحيزه للبنات، تعمل ايه؟ والنبي عشان الرجاله مش مهم، هما بينزلوا يقعدوا على القهوه وبيعدوا الموضوع. احنا لا. بصي في العلاقات العاديه ده 100% مظبوط. وساينس الرجاله بشكلها من بره كانه بيتعافوا اسرع من بره. في الادمان لا، في الادمان الاثنين هيعاني نفس قدر المعاناه، لانه خلي بالك دي خاصه ما بقتش علاقه عاديه، دي ما بقتش الظروف او الشروط العاديه عارفه تطبق الشروط والاحكام. هو هنا لا تطبق الشروط والاحكام.